شفت فيديو ليك كنت بتتكلم على حاجه اسمها السي ار او. السي ار او. ده ايه بالظبط؟ بص يا اوكا، هو السي ار او ده اللي هو الكونفرجن ريت اوبتمايزيشن مانجر. هو انا اخيرا عرفت حسام بتاعي. كنت شويه اكتب في البايو بتاعتي ماركتنج اكسبرت، ماركتنج كونسلتنت، ماركتنج دايركتور، ميديا باير، سيلز، مش عارف ايه. لقيت نفسي في الاخر خالص الحد اللي رابط كل دول ببعض. حتى الشركه بتاعتي اسمها المارك سيلز اللي عملتها من 2020، سبحان الله، عشان كده هي ماركتنج فور سيلز. مين مدير السي ار او ده؟ ده الشخص المسؤول عن معدلات التحولات. يعني هو المسؤول ان الليدز تؤدي البيع. بس خلي بالك، البيع ممكن يكون عطلان عشان الكواليتي بتاعت الليدز، ممكن يكون عطلان عشان نسب تحقيق السيلز، ممكن يكون عطلان عشان المحتوى اللي بيتعمل ككونتنت فيه مشاكل، ممكن يكون عطلان عشان خاطر خدمه العملاء عندك فيها مشاكل، ممكن يكون عطلان عشان الويب سايت فيه بطء وحاجه تقنيه عايزه تتحل، ممكن يكون عطلان عشان اسباب كتير جدا، ممكن يكون عطلان عشان بادجت الممول اللي بيتصرف الميديا باير مش عارف يستخدم البادجت ده احسن استخدام. فالكونفرجن ريت اوبتمايزيشن مانجر ده بيخش على اي شركه، يروح قوم جايب الليله دي كلها من اولها لاخرها ويصلح المشكله. طب ده بالله عليك عشان يعمل الكلام ده لازم يكون بتاع ماركتنج وبتاع سيلز وبتاع بزنس عشان يفهم السايكل دي كلها. ومن هنا بقيت بطلق على نفسي سي ار او. بدخل على اي شركه، بالذات الشركه اللي بتصرف ارقام كبيره، لان هو في الاخر كده كده عنده ان هاوس تيم. يجيب ليه شركه تسويق تمسكه؟ لكن لا، ممكن يجيبني انا ككونسلتنت ادخل معاه عادي جدا، امسك التيم من اوله لاخره، بدل ما اتعاقد معاه وامسك له الشغل. انا مسؤول عن التيم ده، بدربه، اقيس نتائجه، في الاخر النهارده اوصله لمرحله يا بنفس البادجت تزود مبيعات، يا توفر له جزء كبير من البادجت وتجيب نفس المبيعات. هي دي باختصار وظيفه السي ار او اللي انا بقيت اطلقها على نفسي.